الملتقى تحدث فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور عايض القرني قائلا: فخامة الرئيس، أنا أنوب إخواني العلماء والمشايخ الذين زاروا اليمن الحبيب الموحد ونبلغك التحية والشكر الجزيل على ما وجدناه من إكرام وحفاوة في بلد الإيمان والأمن ومهد العروبة والأصالة والكرم، اليمن الموحد الذي نريده دائما موحدا وقويا. والحقيقة أن لا نزكيكم بأكثر ما زكاكم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية. ونشكر جهودك الموفقة ونشكر من معك يعني الحكومة والشعب، والحقيقة أن نعيش قضاياكم ونبارك لكم الجهود الموفقة. أمر آخر يا فخامة الرئيس، أن لما التقينا في مؤتمر الإسلام والسياحة قلنا رسالة وبيناها للناس ونشرت في الإعلام أن مع وحدة اليمن ومع أصالة اليمن ومع كل ما يعني يجمع شمل اليمن، لأن اليمن عزيز على كل مسلم، ونحن وإياكم سواء في المملكة العربية السعودية أو مصر أو سوريا أو الأردن، فنحن بلد واحد، ووحدة اليمن هي بذرة لوحدة المسلمين ووحدة العرب إن شاء الله التي سوف تحصل. الأمر الثاني، نحن إخوانك وأبناؤك، ماذا تأمر به؟ ماذا تشير علينا من مسألة حوار أي طائفة أو جهود علمية أو دعوية؟ فنحن نحمل إن شاء الله الفكر الوسط، فكر الكتاب والسنة، ونحارب التطرف والإرهاب، لأن الله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وندعو إلى ما دعا عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأنتم يا سيادة الرئيس في اليمن تمتازون علينا بشيء واحد، نحن كلنا العرب نصرنا الإسلام، لكن أنتم مثل ما قال شاعركم عبد الله البردوني للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا ابن أنصارك الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. فأنتم سبقتم بالأوس والخزرج واليمن في نصرة الإسلام قديما، ولذلك نحن نثبت لأهل الحق حقهم، فضلكم في أسبقية الإسلام وفي نصرة الدين، وأنتم مهد العروبة، لأن قبائلنا كانت هنا جميعا، وأنا أزدي طبعا من سبأ ومن هذه الديار. فأريد من هذا نحن باسم الدعاة والمشايخ ألا تذخر علينا برأي وبشور يعني ينفع يعني عندكم أو عندنا، وأي رسالة تحملوننا، فنحن إخوانكم، ونحن نعرف جهودكم الموفقة والمباركة سواء في الجهود العربية أو الإسلامية أو الدولية، ونحن بإذن الواحد الأحد عند ما تشيرون به. والله أن نحمل الحب والنصح لليمن. وإني قلت أمس في الكلمة: إذا ذهبنا إلى الناس جبرنا خواطرهم بكلام، لكن إذا أتينا اليمن حضر الحب الصادق والأدب، لأن نحن تلاميذ العلماء اليمن وأدباء اليمن وتاريخ اليمن المشرق العظيم. فأسأل الله أن يزيدكم توفيقا وأن يجمع كلمة اليمن على ما يحب ويرضاه. وقد كتبت أنا في الشرق الأوسط مقال وذكرت فخامتكم وقلت أني خاطب فيكم الحكمة، لأن الإيمان يماني والحكمة يمانية. وصحيح أن من يأتي ليعلمكم الحكمة مثل من ينقل التمر من صنعاء إلى هجر، لكننا نتشاور فيما ينفع وفيما يقرب معنا ثلاثة من اتحاد العلماء المسلمين، أنا والدكتور يحيى الهنيدي والدكتور صفوة الشريف وبعض الإخوة، نبلغكم سلام اتحاد العلماء المسلمين، وقالوا: بلغوا فخامة الرئيس سلامنا وقولوا ماذا يأمر به أو يشير علينا في اتجاه مثلا قضايا اليمن أو الفئات التي خرجت مثلا عن الشرعية والإجماع. أقول مجاملة صراحة، تركي السدير رئيس تحرير جريدة الرياض عندنا في السعودية يقول إن من أحسن من يتكلم من الزعماء على بساطة وتلقائية هو الرئيس علي عبد الله صالح، وتصدق ليس مجاملة، نحن نستمتع بالبساطة والتلقائية والعمق، ولكن نحن العلماء نحن من هذه الشريحة أو المشايخ نظام الأمة الإسلامية التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن نكون كغثاء السيل. أنتم كزعماء نريد منكم الوحدة وتعجزون أحيانا، وأنت من أحسن من يسعى للوحدة. ونحن العلماء أيضا نسعى نوحد أمر المسلمين، لكننا بلينا بأمة فيها من الهشاشة والفوضوية ما الله بعليم. فنريد أن نضع أيدينا في أيديكم ونتوكل على الله عز وجل في جمع كلمة المسلمين على الوسطية والكتاب والسنة، وإن شاء الله أن المستقبل للصحيح بإذن الله وللأفضل.